Herzlich willkommen beim Herzlich Deutsch. حد تاني؟ الإنكار مش هيفيده. في محمد عبد الله، الإنكار مش هيفيدك يا محمد. هتروح مني فين؟ طيب في حد كمان عشان نبتدي يلا؟ ولا نقول بسم الله؟ احنا اتأخرنا. نبتدي؟ الناس متأخرة خلاص؟ يلا بينا. ده Wörter مع عدد نمير يا بشر. الدرس ده زي كل الألماني مبني على قاعدتنا الذهبية، جملة يعني وفعل يعني جملة يعني فعل. وجود الجملة يساوي بالضرورة وجود فعل، مفيش جملة من غير فعل، وأول ما يبقى الفعل موجود خلاص يبقى كده في جملة. مجرد وجود الفعل لوحده يعني أن هنا جملة، بدليل وجود جملة بلا فاعل، وهنعرف الكلام ده بعدين. جملة يعني فعل، وفعل يعني جملة، وهذه مقولة دكتور عادل منير. الحرف اتخلق لمين؟ الحرف أقصد هنا مش A B C، أقصد هنا الحرف اللي هو أوف، nach، über، von، vor. الحروف دي اتخلقت أصلا في كل لغات العالم. ربنا خلق الحروف دي لسبب أصلي اللي هو يدخل على اسم أو على ضمير. أقول أنا فخور بك، دخل على ضمير أهو. أو أنا فخور بنجاحي، دخل على اسم أهو. تمام؟ Ich helfe dir beim Arbeit، أنا بساعدك في الشغل. هنا الفعل helfen، الفعل helfen أخذ الحرف باي، والحرف باي أنا آسف معلش دي beim Arbeit، ما ينفعش تبقى beim Arbeit، هي باي دي. تمام؟ لأن Arbeit مؤنثة. تمام؟ Arbeit مؤنثة على غير القاعدة. حد يعرف إيه هنا القاعدة؟ حد يعرف إيه القاعدة اللي Arbeit بتخالف فيها الألماني؟ واللي سببها أنا اتلخبطت؟ هبقى أقول لكم القاعدة دي بعدين. Ich helfe dir bei der Arbeit، يعني أنا بساعدك في الشغل، أو bei deiner Arbeit، أنا بساعدك في شغلك. هنا الفعل helfen أخذ باي، الفعل helfen أخذ باي، وباي دخلت على الحاجة اللي أنا بساعد حد فيها. Ich bin stolz auf dich، هنا الفعل الصفة stolz دخلت على dich عن طريق الأداة أو عن طريق الحرف auf. الحروف دي لها علاقات ارتباطات ثابتة. ممكن الحرف يجي مع verb، وده بنشوفه كتير جدا. ممكن الفعل الحرف يجي مع adjective زي stolz auf، وممكن الحرف يجي مع اسم. Ich habe Angst vor، دي Angst vor. وفي كل الأحوال الثلاث حاجات دول القواعد بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عنها بتنطبق على ده وعلى ده وعلى ده. بتنطبق على الحروف اللي داخلة مع أفعال، والحروف اللي داخلة مع أسماء، والحروف اللي داخلة مع صفات، عادي جدا. الحروف دي أقصد يعني اللي هي أوف وفور وناخ وكلام من ده بتتسبب في حالة إعرابية. ممكن تبقى هي لاعب، مش ممكن، أكيد هتبقى لاعب في حالة إعرابية في الجملة حسب القاموس. ممكن تعمل لي أكوزاتيف في بعض الأحيان، سيبنا من الحروف اللي بتعمل جينيتيف مش شغلتنا النهارده. أكوزاتيف في بعض الأحيان تعمله، أو داتيف في بعض الأحيان تعمله كحروف ثابتة، وفي حروف بتعمل لي الحالتين مع بعض. في حروف بتسبب الحالتين حسب القاموس. التخلص من الكازوس، التخلص من الحالة الإعرابية. والحرف أحيانا، بل، ومن الحرف أحيانا. هنعرف الكلام ده دلوقتي حالا. يعني إيه أتخلص من الكازوس، من الحالة الإعرابية؟ لما بنحب نكبر الكلام ونشيل الاسم المفرد ونحط مكانه جملة كاملة. يعني بدل ما كنت بقول أنا أنتظر حضورك، أقول أنا أنتظر أن تسعدني. الفعل تسعد دي، يسعد ده، فعل يسعد ده فعل، وفعل يعني جملة، وجملة يعني فعل. هنا
فاتن اللي هو في انتظره دخل على حضورك في الجملة اللي فوق، لكن تحت هنا دخل على تسعدني على جملة. ايوه Ich warte auf dich. انا امير. ايوه انا كويس. Ich warte auf dich. انا كاميرا شغال. اوكي يبقى كله شايف. Ich warte auf dich يعني انا بنتظرك. Ich warte auf die Berufung انا منتظر الامتحان. طيب لو عايز ادخل auf دي على جملة بدخلها ازاي؟ يلا حد يقول، بدل ما اقول Ich warte auf واقول واقول اسم، عايز ادخلها على جمله، مثلا dass du mich besuchst. تمام؟ او dass du mir einmal helfst. ان انت تساعدني مره. اقول هنا ايه؟ انا كنت بقول ich warte auf die Berufung، دلوقتي بقول ich warte auf dass du mir einmal helfst، ولا اقول حاجه تانية؟ هو انا مش فاهمها معلش يا بابا. انا عندي auf اهو، تمام. عندي auf هنا في الجمله الاولانيه. تمام. عندي auf في الجمله الاولانيه اهو، في ich warte وفاتن هياخد auf، انا منتظر واوف. هل الجمله كده صح؟ يعني انا اقصد ان احنا نربطها، يعني ان انا منتظرك ان انت تساعدني. ايوه كده. هل الجمله دي صح؟ Ich warte auf dich, dass du mir einmal hilfst. لا انا انتظر ان تساعدني. انا انتظر ان تساعدني على طول. اوف مش هتاخد هنا مش هتاخد مفعول في الجمله اللي فاتت، هتاخد مفعول في الجمله دي. مفعولها هيبقى الجمله اللي جايه. مفعول اوف هيبقى الجمله اللي جايه، ما دخلتش على دي بروفن اسم ولا دخلت على ديش ضمير، هتدخل على الجمله اللي جايه. ها ينفع كده ولا لازم ازود عليها حاجه؟ يعني انا المفروض ان انا منتظرك، فالمفروض ان انا اقول لك منتظر منك ايه؟ منتظر ان تساعدني. منتظر ان تساعدني. عنوان الدرس بتاعتنا النهارده ايه يا شباب؟ دا فوتا تبقى اوف هتبقى دا فوتا هتبقى ايه؟ دا فوت هتبقى ايه؟ darauf. Ich warte darauf dass du mir einmal hilfst. انا منتظر انك انت تساعدني. هنا دخول دا سيبنا من الار دي دخلت عشان خاطر الا والا ما يبقوش ورا بعض، هي اوف وحاطين قبلها دا مت دافيو دا اوف، بس نطقها مش حلو فحطينا الار دي داخله لسبب صوتي. دخول الدا هنا معاها الار بالمره. دخول الدا هنا تهيئا لدخول اوف على جمله. تهيئا لدخول اوف على ايه؟ على جمله، لان اوف اصلا بتدخل على ضمير زيها زي ايه؟ بروبوزيسيون، بتدخل على ضمير او بتدخل على اسم. فهمتوها؟ الحرف اتخلق علشان خاطر يبقى اتخلق عشان خاطر يدخل على ضمير او اسم. دخوله على جمله لازم اهيئه بايه؟ بدا. وعشان كده عادل مير يسميها دا المهيئه. عادل نمير ده مش اسم في الكتب. عادل نمير يسميها دا لان دا لها استخدامات كتير. عادل نمير يسميها دا المهيئه لانها هيئت الحرف اللي بيسبب اكوزاتيف وبيسبب داتيف، مش الحرف اللي هو بخشتابه. الحرف اللي هو بريبوزيسيون. هيئت الحرف ان يدخل على جمله بعد ان كان مجبولا مخلوقا، تمام، مجبولا على ان يدخل على ضمير او على اسم. هيئته لان يدخل على جمله، والجمله هنا كانت جمله دس، وجمله دس جمله فيها فعل طبعا، لان اي جمله فيها فعل، واي فعل يساوي جمله دس فيها فعل وفيها ضمير، والفعل متصرف مع الضمير بس مطرود للاخر. جمله جانبيه. وصلت الصوره؟ ده اول استخدام من استخدامات الدا فوتا.
ان انا عندي فعل، عندي حرف، الحرف ده جاي مع ضمير، مع فعل زي فاتن، جاي مع صفه زي تولز، جاي مع اسم زي انجست، هنشوف دلوقتي حالا. وبدخل هذا الفعل، هذا الحرف البربوزيسيون بدخله على جمله. يعني مثلا هنفتح تكست تاني، هنقول ich habe Angst vor بتاخد هنا داتيف، تمام، وعايز اقول dem او von den Katzen. معناها ايه الجمله دي؟ انا خايف من القطط. وبتاخد داتيف تقريبا، فوق بتاخد داتيف. ايوه بتاخد داتيف ولا لا؟ حد يفكرني؟ تاخد داتيف. داتيف ايوه. ich habe Angst vor den Katzen. انا خايف من القطط. طب انا دلوقتي كعادل بحاضركم ونسيت فور دي بتاخد اكوزاتيف ولا داتيف، وانا فعلا ناسي. يعني انا شاكك بنسبه 99%، بس عندي شك 1% انها بتاخد اكوزاتيف. طب انا عايز اتخلص من الحاله الاعرابيه هنا عشان انا مش مطمن كده. انا هعمل حركه هتبين للي قدامي ان انا بعرف اتكلم الماني واد بص ومفيش مني واد خلاصه وكيف مصاصه، وانا في الحقيقه خايب وخايف من الحاله الاعرابيه وبهرب منها. وصلتكم الصوره؟ هعمل ايه؟ هدخل فور دي على بدا على جمله. انا خايف ان قطه، انا خايف ان انا اشوف قطه، او انا خايف ان قطه تعضني، تمام، او ان قطه تمشي من قدامي. اجيبها ازاي؟ طبعا مش ان انا اشوف قطه، هتبقى صعبه شويه. ich habe Angst davor dass eine Katze او irgendeine Katze mich، تمام، انا خايف ان قطه تعضني. هنا ايه اللي حصل في الجمله دي؟ انا فوق من دقيقه في الجمله دي ما كنتش عارف هي بتاخد اكوزاتيف ولا داتيف. هنا هي بتاخد داتيف، بس افترضنا ان انا مش عارف. هنا انا لو عارف الفعل بايسن، حلو الكلام، هقدر ان انا اتخلص من الحاله الاعرابيه، لان انا دافو اللي بتعمل داتيف بدل ما تدخل على اسم اللي هو دين كاتسن، ركزوا معايا، بدل ما تدخل على اسم اللي هو دين كاتسن دخلت على جمله، والجمله ملهاش محل اعرابي، بقت دافو داس اينه. يعني داس اينه دي هي الداتيف. وصلت الصوره؟ دين كاتسن هي الداتيف، وهنا الداتيف بتاع فور فين؟ داس اينه كاتسن. فهمتوا قصدي؟ الجمله كلها على بعضها بقت وكأن هي في محل داتيف. فهمتوا؟ هنا انا تخلصت من المحل الاعرابي. تمام؟ ich habe Angst davor dass eine Katze mich beißt. انا خايف ان قطه تعضني. تعالوا نجيب جمله تانية مع مثلا شتولز. انا عندي دلوقتي ال شتولز auf وبياخد اكوزاتيف. افترض ان انا مش عارف ان هو اكوزاتيف ولا داتيف. اجيبها ازاي؟ ich bin stolz sein auf، تمام، ich bin stolz auf dich
فخور بيك. خلاص. انا فخور بيك. عايز اجيبها ومش عارف هي دي اكوزاتيف ولا داتيف. يعني ده فوتا دي اللي بتساعدني ان انا اتكلم وانا مش عارف حلقه اعرابيه. تمام. اجيبها ازاي؟ Spinnstools. Ich bin stolz dass du klug bist. أنا فخور بإنك أنت ذكي. هنا الفعل الحرف أوف كان ممكن يدخل على ديش ويعمل أكوزاتيف، بس أنا مش عارف أكوزاتيف ولا داتيف. رحت مفرتك الحالة الإعرابية موديها بره. اطلعي بره يا حالة إعرابية وتعالى يا أوف. مش هتدخل على ضمير، الضمير له إعراب، ولا هتدخل على اسم، الاسم له إعراب. أنا هدخلك على جملة والجملة ملهاش إعراب، وأنا هنا فرتكت الحالة الإعرابية اللي هي الأكوزاتيف بتاعت أوف. وصلتكم؟ فده فوتا بتساعدني إن أنا أكون جمل وإن أنا أربط جمل ببعض. الكلام ده لو كنت هكون جملة، كل الكلام ده في استخدام ده فوتا ده في إنها هتدخل على جملة جديدة. هنا أنا هيئت ده هيئت البروبوزيسيون إنه يدخل على جملة جديدة بعد ما كان أصلا بيدخل على ضمير أو على إيه؟ أو على اسم. هنا بقى وكأنه المصدر المؤول بتاع العربي للي منكم عارف عربي. تمام؟ Ich bin stolz darauf, dass du klug bist. أنا فخور بأنك ذكي. تمام؟ اللي هي فخور بذكائك. المفروض كنت أقول لها فخور بذكائك. Ich bin stolz auf. هي بقى لو مش عايز أقولها كده إيه بدلها لو كانت اسم؟ إيه بدلها لو كانت اسم؟ بذكائك. Ich bin stolz auf ذكائك، بذكائك. يا شباب ذكاء بالألماني انتيجانس. حد يجيب لي مؤنثة ولا مذكرة؟ هي واضحة انها مؤنثة ولا مذكرة يعني. شباب تبقى دي انتليجانس ولا دين انتليجانس ولا ايه علامتها؟ او شلاوهايت. شلاو يعني برضو يعني ذكي. او كلوغهايت. او جينياليتيت. تيجي ناخدها جينياليتيت. جينيال اللي جاي من جينيال. او في داينه جينياليتيت المعيه، مش ذكاء قوي بقى كمان. ده جينياليتيت دي اللي هي الالمعيه، دي حاجه تفوق الايه الذكاء. طبعا انتليجنس المفروض انها مؤنثه، لان هي منتهيه بالنهايه انس، ودي نهايه للكلمات المؤنثه. حلو الكلام. حتى يقول لك كونستليشن انتليجنس مؤنثه، ذكاء اصطناعي. او في داينا جينياليتيت. علشان كده مين في الجملتين دول اقوى في الاستخدام؟ Ich bin stolz darauf, dass du klug bist او Ich bin stolz auf deine Genialität. مين فيهم اقوى؟ Ich bin stolz auf deine Genialität. اقوى فعلا. ليه؟ لانها اكثر اختصارا، ولان استخدمت الحاله الاعرابيه، ولان اللي بيكلمني لو كنت انا في امتحان فاهم ان انا في جمله Ich bin stolz darauf, dass du klug bist، فرتكت الحاله الاعرابيه وتخلصت منها عن طريق ان انا بدل ما اقول اوف واقعد اقول داينه ولا داينا ولا داينن، رحت قايل
جمله das du klug bist والجمله ملهاش اعراب. هو فاهم كويس جدا الحركه دي ان الجمله ملهاش اعراب، لكن انا في الداينا جينياليتيت كنت لازم اكون عارف اوف ده بيعمل اكوزاتيف ولا داتيف، وجينياليتيت دي مؤنثه ولا مذكره، وكنت لازم احط حلقه اعرابيه. فهمتوني؟ لكن برضو جمله سبينش تولز das du klug bist دي جمله برضو لطيفه وجميله ومحدش يخجل منها. فهمتوا دور دا فورتا؟ اول دور من ادوار دا فورتا عندي انا في اعتقادي انا كعادل في تقسيماتي لدا فورتا ان هم لهم 3 ادوار في الجمله. ده الدور الاولاني منهم اللي احنا اخدناه النهارده، اللي هو ايه؟ ان هي هتدخل تهيئ، نهرب منها من الحالة العربية. مش اهرب من الحلقه العربيه، ده اهرب من الحلقه العربيه ده كلام ما بيننا وبين بعض. انها هتهيئ الحرف للدخول على جمله، والحرف ده بيجي مع، يا بيجي مع اسم، يا بيجي مع صفه، يا بيجي كمان اصلا دايما بيجي مع ايه؟ مع فعل. والحرف ده بيسبب حلقه اعرابيه يا اكوزاتيف يا داتيف. الحروف دي بتسبب حلقه اعرابيه اكوزاتيف يا داتيف. وهنا دخلته على جمله والجمله ملهاش اعراب واضح، هي في محل اعرابي بس ملهاش اعراب، ملهاش علامه اعراب. وصلت الصوره؟ والكلمات ديت بجيب الاسم وبجيب قبله كلمه دا. لو كان البروبوزيسيون بجيب قبله كلمه دا. لو كان البروبوزيسيون ده بيبتدي بحرف زي الآ، زي الأو، تمام، زي الإي، ساعتها هحط ما بينهم حرف الإغ علشان أسهل النطق وأخليه دلوع. مش هينفع أقول ده أوف، لا هتبقى ده خوف. ممكن أقول ده مت، عادي لأن مت مبدوءة بإم، لكن مش هينفع أقول ده أوف، هتبقى ده غوف. وصلت الصورة؟ تمام. شكرا لكم.